ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. معاكم ايمي من اكلات بسيطه مع ايمي. وحشتوني بجد بجد، وحشتوني جدا. بقالنا كتير قوي ما عملناش فيديوهات. وانا يعني سبب غيابي عنكم هو كنت بمر بتجربه مرضيه صعبه، والحمد لله يعني نشكر ربنا على كل حال. واول ما قدرت اصور ابتديت اصور معاكم النهارده. ادعوا لي ان ربنا يكمل الشفاء من عنده. هنعمل اول حاجه النهارده بمناسبه صيام الست العذراء. كل سنه وكلكم طيبين وبخير وتعيشوا كل سنه. هنعمل فطير العذراء. انا طبعا عملته بره القناه كتير، وكنت عاملاه في صيام الرسل، بس ما صورتوش في القناه. هنصوره مع بعض. ده اول فطير العذراء عندي في القناه. مقاديرنا: انا هعمل كيلو، انت ممكن تضاعفي الكميه 2 3 4 زي ما تحب. انا هعمل كيلو. هنعمل اول حاجه هبدا بيها هنا. انا هبدا بالخميره. معايا هنا حوالي نص كوبايه ميه، هحط عليها معلقه كبيره خميره، اللي هي هتبقى كيس وربع كده، مش هحط كيسين. تمام. انا ما بكترش الخميره فيها، حوالي كيس وربع بس. تمام. اشيل كده مع بعض كده واحده واحده، واحط عليهم هنا معايا كوبايه سكر. هحط منها معلقه كبيره سكر. تمام. وهقلب الخميره. تمام. وهغطيها وهنركنها ايه على جنب. معايا هنا كوبايه السكر دي هحطها. احنا حطينا هنا نص كوبايه ميه، ودول كوبايه ونص. هحط عليهم كوبايه السكر. تمام. هقلب. انا بعمل الخطوتين دول علشان دول بيبقوا اول حاجه. انا عايزه السكر يدوب. تمام. وفي نفس الوقت الخميره تختمر معايا، لان احنا لسه هنعمل خطوات تانية في العجين. قلبي السكر في الميه، العجينه ما تخرجش منك ولا تطلع مفرونه. تمام. تعالوا هنا بقى للمواد الجافه. هنحط هنا معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره. تمام. هحط هنا معلقه ممسوحه بيكنج باودر. لو كيس شيف كيك حطي كيس، لكن البيكنج باودر حطي معلقه، ومش معلقه كمان ايه مليانه بس اهي، يعني ممسوحه اهي. تمام. المواد الجافه هنا كده. وهنحط هنا، عايزه اقول لكم على حاجه بقى. احنا كنا زمان بنعمله بالزيت السخن. انا بقالي كام سنه بعمله بالزيت عادي من غير ما اسخنه. هنا معايا كوبايه زيت، ولازم الزيت يكون نوعيته حلوه ويكون نضيف. لو انت ما عندكيش زيت زي مثلا زي كده وعندك زيت تومين، ممكن احط عليه كيس فانيليا وادوبه قبل ما احطه. اسمه كده. الخطوه بقى اللي جايه دي هي يعني اللي بتنجح نجاح الفطير. اللي هي ايه بقى؟ فاكرين لما كنا بنبس الكحك؟ هنبس الدقيق. هنبس الدقيق مع الزيت. الخطوه دي تبقى ايه؟ دي اول خطوه في نجاح فطير الملاك والعطر. مش هيتبس اقل من يعني 5 دقايق. بصوا انا هوريكم بس ايه. شرب الاول الدقيق بالزيت.
هنبسه ازاي كده، شايفين كده زي ما بنبس الكحك. الخطوة دي مهمة جدا، بتدي نجاح للفطير. شايفين لازم تبقى العجينة عاملة معاكي كده، بصي تضميها كده عاملة زي الرملة المبلولة. شايفين تمسكيها برضو العجينة كده تلاقيها عاملة كده. بصي طبعا ايه الخميرة، شايفين الخميرة عندي بسم الله. وهنزل هنا بالميه مصمص بس ايه الخميره، مش هنزل بالميه بقى طبعا ايه كلها، هنزل حبه بحبه. ليه بنزل بالميه حبه بحبه؟ عشان كل دقيق يختلف عن امتصاصه للمواد السائله للميه. طبعا دول الكوبايه ونص، دول الكوبايه ونص اللي كنت مدوبه فيهم الكوبايه بتاعت الميه. ونحتاج لو احتاجنا ميه تاني هقول لكم. الفطير بتاعت الملاك عشان بتبقى يعني فيها نسبه سكر كتير، لازم تبقى بتلزق. وعجينه الفطير بتاعت الملاك والعذراء لازم تبقى طريه. شايفين انا كده كل ده دول دوبك مقدار كوبايتين ميه. طبعا العجينه هنا محتاجه مني ميه تاني. بتتعجن حوالي من 7 ل 8 دقايق. هعجنها من 7 ل 8 دقايق وهرجع لكم، مش عايزه اطول عليكم الفيديو. لو في عجان بتاخد برضو من 7 ل 8 دقايق، يعني احنا هنعجن حوالي هنقول 10 دقايق، لكن العجان من 7 ل 8 دقايق بتديك عجينه كده. هعجنها وارجع لكم. شايفين العجينه عامله ازاي؟ لازم تبقى العجينه مطاطيه كده. اي نعم هي تعبتني شويه، بس انا هعمل ايه شويه بس زي صغيرين وهلمهم بيهم. عايزه اقول لكم ان هي عشان فيها سكر بتبقى ملزقه كتير. شايفين بصوا شايفين العجينه؟ انا مش عارفه املكها لان هي ايه زي ما انتم شايفين. سيبها بقى تخمر لمده ساعه. لو احنا في الشتاء حبايبي بتقعد من ساعتين، من ساعه ونص لساعتين. اغطيها بقى واسيبها تخمر لمده ساعتين، لمده ساعه انا اسفه، ونرجع لكم. تعالوا نشوفها كده بعد ما خمرت. انا سبتها ايه ساعه. بسم الله. شايفين اهو بدأ الخمر. شايفين الفقاعات دي؟ ده دليل ان هي اتخدمت حلو. معايا هنا
انا صاج دهناه زيت، ومعايا هنا بوله فيها حبه زيت عشان اقطع. بصي بقى، لو انت عايزه تحشيه زبيب هقولك تحشيه ازاي. انا بفضل اللي عايز يحشي زبيب في فطير الملاك وفطير العذراء والملاك ما يحطوش في العجينه، يحطوا اثناء التقريص، اثناء التقطيع اللي احنا هنقطعه. الكيلو ممكن نسيت باللي دي زيت، معلش. ممكن تعمليه تعمليه 20 قرصة 30 قرصة حسب التقطيع اللي انت هتقطعيه. انا عايزه اقول لكم، شايفين الفقاعات؟ انا ايه حطها في الصاج، هنعمل ايه؟ بصوا بقى، لو عايزه تحطي الزبيب، بتحطي الزبيب كده. احنا بس هنقطعها عشان دي كبيره. بتحطي الزبيب تفرديها كده، وتحطي الزبيب وتلميه. تمام. اقطع كله ومقطعه بره. يا حبايبي قطعته انا بكف ايدي كده، كان يرتاح بكف ايدي. هبططه كده التبطيطه ايه، لا رفيع ولا هتبقى مليانه قوي، عشان لسه هتخمر تاني. انا سايبه مسافه بين الواحده والتانيه. بططه كله بقى ونخلصه وارجع. بعد ما بططناه تبطيطه صغيره كده زي ما انتم شايفين كله اهو، بركه ربنا عملوا معايا حوالي 30 قرص. انت تقطعي القطعه اللي انت عايزاها، ممكن يجوا 20، ممكن يجوا 27، ممكن يجوا 30 حسب ما انت عايزه. انا هسيبهم هنا يخمروا كمان نص ساعه، وبعد ما يخمروا هوريكم. وهنا حبايبي بعد ما خمر اهو زي ما انتم شايفين، هدخله فرن مسبق شغال على 200، بيقعد من حوالي ربع ساعة، يعني 15 دقيقة ل20 دقيقة، وبيطلع يبقى زي العسل. ندخله الفرن ونسويه، نرجع نشوفه مع بعض شكله ايه. وهنا بعد ما طلع من الفرن حبايبي، الله على الجمال. بصوا معايا كده، بصوا معايا، بصوا شكله، يعني عايزه اقول لكم تحفه بجد، تحفه تحفه. تعالوا نفتح واحده مع بعض. شايفين الاسفنج ازاي؟ بصي، شايفين قلبه من جوه حلو ازاي، تحفه. جربوه بنفس الطريقه هيعجبكم، ومقاديره سهله وبسيطه ومش مكلف، وتعيشوا وتعملوا. وكل سنه وانتم طيبين، ويجعلوا عيد عذراء علينا كلنا حلو. معلش انا متاخره في الفيديوهات، ادعوا لي زي ما قلت لكم، واشوفكم على خير. سلام، باي باي.